بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير يا حبايب قلبي. الوقت انا بدل لكم اليوم كده من على السطح، لان طلعت انضف السطح واكنسه وكده واكل الدور بتاعتي، عشان النهارده الاثنين شم النسيم. انا عندي تحت لسه هنزل اخبز عيش فلاحي عشان ناكله كده مع الرنجه والفسيخ، لان احنا النهارده مش هقول لكم ما لحقتش الفرن، لا هو مش معادي في الفرن، مش معادي النهارده في الفرن. فانا قلت اعجن عيش كده. انا عجنه قبل ما اطلع وكده ومظبطه كل حاجه، بس انا قلت اطلع الاول اكل الطور بتاعتي عشان الحر وكده، وبدل ما اكلهم جوه في المكان اللي انا باكلهم فيه على طول هويتهم كده وسبتهم في المكان العسل الوسع ده. يلا حبايب قلبي ننزل نشوف العجين بتاعنا اقرصه واظبطه، عشان خاطر ان احنا النهارده بقى كده نبدا اليوم على جماله ونظافته كده. سطحنا انا كان سوا منضفه، شوفوا بالمنظر ده كده، عشان لو طلعنا فرشنا القياس وقعدنا هنا انا وجوزي وعيالي يبقى السطح نضيف كده وحلو كده. مسكته كنسته ونضفته. يلا حبايب قلبي ننزل بقى نشوف احنا هنعمل ايه وهنظبط ايه وكده. يلا لايك واشتراك. شامل النسيم النهارده احنا مش بنحتفل بيه ولا حاجه، بس اهو يوم بقى وبنفرح نفسنا وبنفرح عيالنا باكله رنجه اكله فسخ اي حاجه. نزلنا من عنده الطور يا حبايب قلبي كده، عملنا ايه؟ هنخبز عيش فلاحي اهو. هنخبز عيش فلاحي عشان النهارده الاثنين شم النسيم، فبما ان النهارده الاثنين وشم النسيم هنعمل لهم عيش بلدي فلاحي كده اهو. بعد ما اكلت الطيور بقى وكده هنعمل لهم النهارده عيش بلدي فلاحي، عشان ياكلوا بالرنجة كده. يلا حبايب قلبي شم النسيم بقى عندنا لازم ناكل رنجة وفسيخ، فقلت لهم يلا بلاش عيش الطبانة، نخبز عيش فلاح نضيف حلو احنا اللي عاملينه بايدنا. يلا حبيبة قلبي شجعي وقومي اخبزي واعملي لهم رغيفين كده حلوين كده يبقوا في بيتك، بالشرط لشم النسيم اي يوم العيش الفلاحي ما يعلاش عليه. اقرص بقى واخلص خالص واوريكم العيش بتاعنا بعد التقريص يعني التشكيل. وده بيكون الشكل العيش بتاعنا يا حبايب قلبي بعد ما خبزنا. معلش بقى ما رضيتش اصور لكم بقى وادوش دماغكم بالخبز وكده. ده بيكون شكل العيش اهوت. تعالوا بينا بقى نجهز. شوفوا ما شاء الله العيش طري 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 جميل جميل. انا بعد ما قمت من قدام الفرن بقى كده وخلصت ومسحته اهو. شوفوا شكل رغيف العيش عسل عيشه. اخلص بقى المه في اكياس وكده. الكميه دي كلها اللي هيخش الفرازه يخش الفرازه، واللي هناكل منه النهارده ناكل منه. ونشوف بقى احنا هنجهز سفره تاني لشم النسيم النهارده الاثنين. لايك واشتراك في القناه استنوني. هنا اول تجهيزات كده. هنا بدات اهوت الرنجه بتاعتنا الجميله العسل دي، بدات ان انا اعملها كده في الصينيه، حطيتها في الصينيه ديت. وهنا بحمر بطاطس اهو، بحمر بطاطس كده. احنا يعني برضو مش هنأفور قوي في الاكل، بحس ان انتوا عارفين ان دي زفاره كل اللي هيطلب منها هيترمى، او يعني هي تعمل على قد يعني الباقي هيترمى كله. مش حبايب قلبي نعمل الرنجه بتاعتنا كده. انا مش هنعملها كلها، هنعمل 4 بس على قد اللي هياكل دلوقتي، وسايبه 2 على قد اللي هياكل بعد كده. طبعا يا حبايب قلبي خلاص كميه الرنجه والبطاطس ونرجع نشوف هنعمل ايه. الطبخه بتاعتها غسلته ونقعد في الخس والبصل والكرات. ده خضار ما لقيتش بصل، كان نفسي اجيب بصل بس ما لقيتش. هنغسل الخس كده غسله حلوه، والبصل خدت الورق بتاعه عشان ابقى اعمله محشي. انا قصفت الورق بتاعه كله عشان ابقى اكمله محشي وكده. ابقى اعمله قرداح كده جنب كوسه، جنب ده محشي كوسه، وان شاء الله هتمشي الامر يعني. كده خلصت يا حبايب قلبي. جهزت سفرة بسيطة خالص 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 جميلة مسلية جدا جدا جدا. يعني انا لحد ما بحب الوضع ده، بحب اكل رنجة كده. جهزت هنا العيش اللي انا قايله لكم عليه في البداية، بطاطس محمرة، عملت طبقين بطاطس، عملت طبقين خضار مشكل كده وبصل على طماطم على شطة على خيار اهو بالمنظر ده. عملت طبقين، وهنا بصل وطماطم وشطه وخيار كده. لازم بنحب الشطه مع الرنجة. عملت رنجة كل رنجة معاها ليمونيه بتاعتها كده بالمنظر ده. هما بيحبوها ياكلوها بحالها كده، ياخدوا الواحده بحالها وكده. ماشي يا حبايب قلبي. عملت طبقين وعملت طبقين، وكل واحد رنجة بتاعته كده بالمنظر ده. غسلت الخضار اهو، غسلت الخضار اللي هو الخس والكرات. انا ما لقيتش بصل. عملت هنا جهزت البيبسي انا مسقعاها، وعملت معاها وجهزت كوبايات ومسقعه ميه، حاطه ميه في التلاجة تتسقع. وهنا عملت التسالي بتاعتنا. عملت كل 3 اطباق كده
من الترمس المشكل اللي انا عاملاه ده. على كل طبقه عملت رشه دقه وشطه وليمون كده بالمنظر ده، هم يعصروه بمعرفتهم. وكده بتكون دي شكل سفرتي اهو يا حبايب قلب الشام النسيم النهارده الاثنين. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الربيع. عيد الربيع كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الربيع. مش شام النسيم عشان ما نقولش مسيحيين ومسلمين وكده، احنا كلنا اخوات في عند ربنا. ويا رب يجعله عيد ربيع مبارك علينا كلنا يا رب. يلا حبايب قلبي، لايك واشتراك في القناه، لايك واشتراك في القناه. سلام. شامي النسيم راح اقضي بقى مع جوزي وعيالي على السطح. حبيت انهي معاكم الفيديو واعرفكم انا عملت ايه النهارده. باي باي.